بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد النور وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أحبتي وأخواني في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثي معكم متواصل عن سير وترجمة العارفين بالله تعالى والأولياء والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. وموضوع حلقة اليوم إن شاء الله تعالى عن ترجمة لأحد أولياء الله وأحد العارفين بالله تعالى بجنوب الصعيد محافظة الأقصر قرية البغداد، وهو فضيلة مولانا العارف بالله تعالى سيدي حامد الجبال رضي الله عنه وارضاه. ولد الشيخ سيدي حامد الجبال رضي الله عنه وارضاه في عام 1891 ميلادية، وتوفي في عام 1961 ميلادية. حفظ رضي الله عنه وارضاه القرآن الكريم في صغره، وكذلك علوم الفقه والحديث في شبابه. وعندما كبر في السن رضي الله عنه وارضاه كانت له حلقات لمعرفة علوم القرآن الكريم والفقه على مدار اليوم يحضرها أهالي قرية البغداد، وكان يحضرها أيضا فضيلة مولانا سيدي أحمد رضوان رضي الله عنه وارضاه، وأيضا الشيخ محمد عبد الله البطلان رضي الله عنهما. أما عن أبناء سيدي حامد جبال رضي الله عنه وارضاه، رزق الشيخ حامد جبال رضي الله عنه وارضاه بثلاث أبناء، وهم الشيخ أحمد حامد والشيخ عبد العزيز حامد والشيخ محمد حامد. وقد توفي الأبناء الشيخ أحمد والشيخ عبد العزيز في حياة الشيخ حامد، وقد بارك الله في ذرية الشيخ محمد حامد، والذي صار على نهج والده وكان إمام مسجد العتيق بقرية البغداد. ويذكر أن الشيخ الباقوري والشيخ عبد الحليم محمود وكثير من علماء الأزهر الشريف يأتون لزيارة الساحة الرضوانية، وكان يصحبهم سيدي الشيخ أحمد رضوان إلى المسجد العتيق ليصلوا خلف مولانا الشيخ محمد حامد جبال، ويقول لهم: هذا ابن شيخي الشيخ حامد. وله من الأولاد رضي الله عنه وارضاه فضيلة الشيخ العارف بالله حامد محمد حامد جبال، وأيضا الشيخ عبد الرحمن محمد حامد والشيخ محمود محمد حامد. وبعد وفاة الشيخ محمد حامد صار على نهجه الشيخ حامد جبال وإخوته ليستمروا في أداء رسالة جدهم الشيخ حامد جبال رضي الله عنه وأرضاه. ساحتهم العامرة بجوار الساحة الرضوانية بالبغداد يدرس فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والاحتفال بالمناسبات الدينية، وكذلك أيضا الاحتفال بمولد الشيخ العارف بالله تعالى حامد جبال سنويا، باستضافة عدد كبير من المشايخ وعلماء الأزهر الشريف. رضي الله تبارك وتعالى عن آل جبال على العموم، وعن سيدي حامد جبال وسيدي حامد محمد حامد الجبال رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى سائر أولياء الله والصالحين. هذا وبالله التوفيق. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة
وتفعيل زر الإشعار ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.